يا مساء الخير وأهلا بيكم. فيديو جديد كده سريع، أو يعني نقدر نقول خاطرة كده سريعة عن الفنان الجميل أشرف عبد الباقي. بالصدفة وأنا قاعد بشوف، يعني بعمل الفترة دي حاجة كده زي إعادة مشاهدة لحاجات قديمة وأعمال قديمة وكده. فبالصدفة من ضمنها طبعا المسلسل العظيم اللي يعتبر أيقونة في بالنسبة لي، يعني للي في سني كده للجيل بتاعنا، مذكرات زوج معاصر. فلاحظت حاجة غريبة جدا، إن قد إيه أشرف عبد الباقي كان رائد لجيله. يعني دي حقيقة، ويمكن هو ما فتحش الباب زي محمد هنيدي مثلا لما عمل في مطلع الألفية أو بداية الألفية، ولكن هو كان رائد حقيقي لجيله. ازاي؟ يعني مثلا مذكرات زوج معاصر، ودي الفكره اللي جات لي وانا بتفرج عليه، انه اتعمل تقريبا في بدايه الالفيه، مش متاكد سنه كام، تقريبا 2002 2003 حاجه زي كده. آه في الوقت ده كان اشرف عبد الباقي ما حققش النجاح المطلوب او المتوقع في السينما زي ابناء جيله يعني. ساعات وكان في الفتره دي كل الشباب بيشتغلوا سينما، هو الوحيد اللي قرر انه يتجه للتلفزيون في الوقت ده، مع ان في الوقت ده كانوا عمالقة مسيطرين على التلفزيون او على المسلسلات التلفزيونية، يعني زي نور الشريف ويحيى الفخراني واسماء كبيرة يعني. بعدين حاجة تانية، طبعا هو عمل مسلسل ونجح جدا، وكان عنده الجرأة انه يروح التلفزيون بعد، او ما عملش النجاح اللي كان متوقع في السينما. بعدين تلاقي ان برضه اشرف عبد الباقي كان رائد في وقت فكرة السيت كوم اللي انتشر جدا ساعتها، برضه في بداية الألفية. جايز الجيل الشباب الصغيرين ما يعرفوش المرحلة دي، إنه كان في الوقت ده السيت كوم موضة أو ترند بلغة النهاردة. تقريبا مفيش فنان ما عملش سيت كوم، يعني كان كله بيعمل سيت كوم. ومع ذلك أشرف عبد الباقي يفضل راجل وست ستات عايش لحد النهارده، ومن اقوى السيت كوم اللي اتقدمت على مدار يعني التجربه دي في مصر، يعني او في الوطن العربي. فهو برضه كان رائد في المجال ده، وقدر يقدمه على مدار اجزاء كتير جدا وسنين كتير جدا. طبعا في المسرح، تمام. آه، هو صاحب فكره المسرح، عوده المسرح من جديد، باستثناء مصر يعني، هو مش باستثناء، بعيدا عن النقاش ان فكرة مسرح مصر هو مسرح في حد ذاته ولا لأ، والنوع اللي كان بيتقدم، بس هو برضه رائد في فكرة انه قدر يعمل مشروع جديد مختلف، انه يصور مسرحيات ويبيعها للقنوات الفضائية. فيبقى كده هو، لانه أزمة المسرح الحقيقية إنه كانوا أغلب المنتجين مع ظهور النايل سات وظهور الانترنت والسينما، فكان اغلب المنتجين قال لك مفيش جمهور هيجي، فانا مش هقدر ابيع تيكت، فتوقفوا عن المسرح. جه اشرف عبد الباقي بفكره جديده وفكره ذكيه جدا، قال لك طب ما انا اصور الفيديوهات، سوري، اصور المسرحيات دي وابيعها للقنوات الفضائيه، ويبقى انا كده عملت مسرح، اكتشفت جيل جديد، وكسبت في نفس الوقت. فهو برضه كان رائد في الحتة دي أو في الجزئية دي. بالبلدي إن أشرف عبد الباقي ما بيعطلش، بلغة ولاد البلد كده واللغة الشعبية كده، ما بيعطلش لما حاجة بتقف. هو بيعرف إزاي يفكر ويلاقي فكرة جديدة ويعمل حاجة جديدة، وده اللي بيخليه مميز جدا في منطقته، ومميز كممثل. يعني حتى الفترة دي أشرف عبد الباقي برضه بيفتح سكة جديدة من السنة اللي فاتت، بالأدوار المركبة، الأدوار الصعبة، تمام. بالرغم إن هو كان معروف عنه إنه ممثل كوميديان، وده برضه ممكن يكون رائد فيه، يخلي أبناء جيله يبدأوا يعرفوا إن إحنا ممكن نقدم أدوار جديدة ومختلفة عشان الاستمرارية. بشكل عام وسريعا، هو مصطفى أشرف عبد الباقي من أجمل الممثلين اللي عندهم أفكار
عندهم رؤية، عارف كويس هو بيقدم ايه. انا في الحقيقة يعني الفيديو ده فجأة كده جه على بالي من غير ما اكتب، من غير ما اكتب سكريبت يعني، من غير ما ارتبه. آه، في حب اشرف عبد الباقي كده وذكائه الفني وموهبته الحقيقية. وسلام عليكم.